خش يا حبيبي جوه، خش يا بابا جوه. ايوه انت هجيبك وهتلاقي هنا. الشرطة المدرسية جاهزة لأول يوم مدارس. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا فندم. طالب محمد السيد لسه شايفه ماله؟ استشهد في الكانتين. حبيبتي أنا بنزل الفسحة ومش عارف هرجع تاني ولا لأ. أنا بطالب الشرطة المدرسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لأي طالب شايل سلاح التلميذ. ما تقلعوش يا عم. ماشي انا مش هاخده منك. لا تاخده ده هاخده. هات دي اللي انا نفسي اعرف بس مين الهيكل العظمي اللي كان واقف ده يعني. وربنا الواد اللي هو بيتقلع منه الحاجات دي دول بس ان هم بيصوروا، ده كان مسكوا اداله علقه بنت بنت. انت هجيبك وهتلاقي هنا. هلا مش رجعنا في جديد ورجعنا بقى بالنسبه لحاجات بتحبوها. النهارده احنا مركزين بقى على طفره غريبه قوي في عالم المدارس، طفره الشرطه المدرسيه. انت هجيبك وهتلاقي هنا. هو ولا منه عميد ولا منه عبيط، هو في حاجه وسط الاتنين كده، حاجه في النص كده. فيا جماعه يعني من غير ما اقدمها كتير يلا نخش على الفيديو. انت هجيبك وهتلاقي هنا. خش يا حبيبي جوه، خش يا بابا جوه. ايوه انت هجيبك وهتلاقي هنا. إيه ده؟ يعني دلوقتي ما فيش عيل بيصحح لعيل تاني، وانتوا عيال بصراحة يعني مثلا ده تلاقي مثلا في ثالثة ثانوي ولا تانية ثانوي بيزعل عيل في أولى ثانوي، أو ممكن يكون بيزعل في عيل تانية ثانوي. المشكلة مش في كده، المشكلة الواد التاني بقى مصدق نفسه أوي، فكر نفسه مساعد العبيط فبيمشي يعني. رتبتك ايه انت؟ رتبتك ايه غير ان انت عبيط؟ يعني يا جماعه مش شايف بصراحه، مش شايف حاجه عدله في حوار الشرطه المدرسيه ده. انتوا كنتوا تقفوا بس كده تأمنوا السلالم بتاع لحد يكت بتاع، لكن انكوا تزعلوا العيال ده حوار طفره كبيره او طفره لسه جديده. يا ولاد الشرطه المدرسيه 2025. داخل وخارج. الشرطة المدرسية. الشرطة المدرسية جاهزة لأول يوم مدارس. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا فندم. هجيبك. خد يا طالب، خد لي الطالب ده على اللانش بوكس بسرعة. والله ما فيش غير لانش بوكس، يعني البوكس اللي بالنسبه لكم هو اللانش بوكس، ما فيش حاجه تاني. يا اما تودي له العميد بقى انت كده كده عبيط، فاهم؟ عادي انا يا جماعه عادي ماشيه. خير يا باشا، مالك؟ طيب مالك؟ بس يا باشا طالب محمد السيد لسه شايفه ماله؟ استشهد في الكانتين. كانوا عاملين تكدس طلابي في الكانتين، طالب محمد السيد دخل عشان يحل، الله يرحمه. بس الكانتين ما لحقوش على الاسعافات الاوليه، الله يرحمه، بس محلوله باذن الله. انتوا عايزين تطلعوا الكلب اللي جوايا. انت فاكر نفسك بعد الاحراز اللي انا مسكتها معاك دي هتروح بيتكم؟ عايز اعرف. اكيد الاحراز اللي امسكها معاه يا اما سلاح التلميذ ولانش بوكس متفايم اكيد. والله العظيم يعني انت عايز من واحد مثلا طالب هيبقى معاه ايه الاحراز اللي معاه؟ ايه الاحراز اللي هتبقى معاه مثلا يعني؟ انا عملت ايه؟ ماشيني بسلاح يا باشا. سلاح يا باشا. سلاح التلميذ. والله كتاب خارجي، والله هو اكيد حاجات زي كده يعني. يا جدعان والله العظيم عبط قوي يعني. بلا صياح. ولا القلم؟ انا الجاف. يا ريته كان جاف، ده رصاص. يا رصاص ده انت ايه يعني؟ عيب بصراحه يعني. انت اللي محمد السيد. يا ولاد ليه الحلوه اللي انت جايبها لي معاك دي؟ يا انبوبه يا باشا، انبوبه. انبوبه؟ عايز تفجر المدرسه؟ 4 سنين ما يطلعش حصه الالعاب. رفعت الحصه. يا لهوي على العقوبه اللي هو واخدها. ايه العقوبه اللي انت واخدها دي يا اسطى؟ ربنا يفك اسرك ويفك ضيقتك بقى، عشان انت كده خلاص انت ضعت. 4 سنين مش هتشم الحوش خلاص. قلبي والله بيبقى غصب عني، انا ببقى عايز اشوفك اقسم بالله، وقتي مش ملكي. حبيبتي انا بنزل الفسحه ومش عارف هرجع تاني ولا لا. هو جابها من قصيرها يعني. الناس دي يا جماعه بتشقى، انتوا ما بيبقاش عارفين. امه بتديله كده اللانش بوكس بتاعه، تديله اكل وتقول له ارجع بحك. انت لو رجعتش
سلاحك تبقى عر على المجتمع المصري. والله يا جماعه عبط قوي يا جماعه، اقسم بالله. يعني انت مش شايف نفسك وانت اهطل كده؟ هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ ده مين راندي اورتن اللي داخل المدرسه ده؟ يعني شعر وكاب ونضاره وسلسله وحظاظات، ومش لابس لبس المدرسه كمان، لابس قميص بس لابس بنطلون. يا جماعه ده مرفوض من المدرسه كلها، مش مرفوض من حصه الالعاب. انت بقى بالذات مش هتدخل غير لما تقلع لي النيله اللي انت لابسها دي. انا يا ريس يلا يا ابني اقلع يا ابني، اقلع يا ابني. ده داخل بباترينا، داخل باترية اكسسوارات. ايه يا عم ده؟ ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ واخاف من ايه ده؟ انا بطالب الشرطه المدرسيه باتخاذ الاجراءات اللازمه لاي طالب شايل سلاح التلميذ. يا جماعه والله طفره. ايه اللي يعني ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل في المدارس ده عبط اقسم بالله. بلا صياح. عمل محاكمه عسكريه لكل من اي طالب داخل المدرسه فاتح زرار القميص من فوق لحد سرته، حرمان من الالعاب نهائي. حصل. من اكثر العقوبات اللي ممكن تتخذها الشرطه المدرسيه هي الحرمان من الالعاب. ايه ده؟ اي طالب داخل المدرسه عامل مولد يتم نفيه من اولى اول لاولى تاني. حصل. اي طالب داخل المدرسه لابس بناطيل مقطعه، حرمان من الفسحه ترمين متتاليين. حصل. يا جماعه لا يا جماعه، انتوا كتير قوي. عارفه انت يعني تلخص الحوار ده كله؟ لو هو مثلا بيكرش على بنت من اولى تاني، روحوا ودوه مثلا اولى اول. يعني ايه انتوا كده فشل الدنيا. اي طالب داخل المدرسه لابس حظاظات وسلاسل وخواتم يتم تذنيبه في طابور الصباح ويقف على رجل واحده. حصل. اي طالب داخل المدرسه مش عامل الواجب وبيتخانق مع اصحابه يتم حرمانه من الفطيرتين وكيس الشيبسي من الكانتين مدى مراحل دراسته التعليميه. حصل. دي اقصى عقوبه، دي اقصى عقوبه حصلت من الشرطه المدرسيه. عشان كده غلط غلط يا جماعه. واحده واحده على الطلاب، طلابنا عايزين يتعلموا. انت بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشع واحده في قلبي وواحده في يا جماعه الشرطه المدرسيه الناس دي بتنزل من بيتها شايله كفانها على ايديها. الناس دي بتنزل الفسحه مش عارفه هترجع الفصل تاني ولا لا. حصل دي كده، حصل. انا امن من وراك يا جماعه. الناس دي بتتعب قوي جدا. يعني بيقفوا على السلم بيأمنوا المداخل والمخارج. شوف واحد كت هنا، واحد بيقطع بنت هنا. ايه يا جماعه؟ حسوا بالناس دي. اسكت 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 اسكت. ما تقلعوش يا عم. ماشي انا مش هاخده منك. لا تاخده ده هاخده. هات دي اللي انا نفسي اعرف بس مين الهيكل العظمي اللي كان واقف ده؟ يعني وربنا الواد اللي هو بيتقلع منه الحاجات دي دول بس ان هم بيصوروا. ده كان مسكوا الدول علقه بنت اقسم بالله. ممنوع الدخول ممنوع الدخول بالخواتم، حظاظات، سلاسل، كبات، كل الكلام ده ممنوع الدخول بيه المدرسه. ما ينفعش. ده انت لابس يقطع فوق دماغك يعني، معلش. يا خرا شنو هذا؟ لا ما ينفعش. في تعليمات بتنزل صفحه المدرسه بالكلام ده صح؟ ايوه تعليمات جايه من العميد. اوعى جاي من العميد وانت العبيط. هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ جمع صح ولا احنا مدرستنا عسكريه بس مش بالعبط ده. يعني هو بس بنشوف العميد، بنشوف العقيد بتاع، بنكش عادي. لكن يعني العبط دول ما بنشوفهمش بصراحه لسه. يعني لسه الطفره دي ما جاتلناش. داخل المدرسة اجيب اخويا، اما الشرطه المدرسيه توقفك. المهم 3 من الشرطة المدرسية وقفوني، واحد رائد فصل واتنين امين مساعد. راح فين؟ قلت له ايه داخل اجيب اخويا. قال لي معاك اذن؟ قلت له اذني. قال لي لازم اذن نقابة. جماعه بعد اذنكم اللي يروح يجيب اخوه من المدرسه يعمل حسابه لحاجات زي كده. ممكن عقبات تقف لك في نص الطريق، انت مش عارف هترجع تاني ولا لا. ممكن تضربوا على بعض سلاح تلميذ. اسكت ولم رصاص. اسكت اسكت اسكت. قلت له معيش اذن من هنا لهنا، مرضيش يدخلني. المهم كلمت واحد صاحبي بيخدم في مدرسة جنبيهم، رتبة عبيط. بيخدم في مدرسة
الكتيبة جه كلم واحد من الكتيبة ألف ودخله في المدرسة والدنيا اتحلت. يعني التاني رتبة عبيط والتالت رتبة أهبل، وده ماشية يعني. ونشوف حاجات غريبة والله في المدارس. كلمته وبتاع وكلمه وطلعوا دفعة بعض ومشى لي الدنيا. قال لي معلش البطاقة، خد البطاقة ودخل 10 دقايق وجه قال لي معلش عايزينك في مكتب قائد اللواز. قلت له في حاجة؟ قائد اللواز حاجات بتقال نص الكلام كده. الراجل برضه تعب من الشرطة المدرسية، مش هو لوحده، احنا تعبنا كلنا الشرطة المدرسية يا جماعة. طفر والله العظيم حاجات كتيرة أوي بتيجي على المدارس المصرية. لا مش مع الشرطة المدرسية خالص. هتعرف جوه. دخلت على قائد اللواز قال لي انت عليك حكم غيابي ب4 حصص لما هربت في 2006 بعد الحصة الرابعة. يا دي على طول البطاقة كشف عليك. انت ايه يا اسطى؟ طيب يا جماعة، طب انا كنت بالحصة مثلا بعد الحصتين اللي بعد الفسحة دول، هل كده لما اروح اجيب اختي الصغيرة من المدرسة ممكن اخد الحكم الغيابي اللي عليا؟ لا ده انت تيجي تركب بقى وتمسكه. ايه؟ قلت له يا فندم ده الكلام ده من 19 سنة. قال لي القانون هو القانون. القانون هو القانون. كتيت وخلصت ارجع خد حسابك على طول. ايه ده؟ هتنفذ. قلت له يا فندم طب اعملوا حساب لخدمتي، انا كنت عمليات خاصة، انا واخد وسام في استرجاع دكتين وعلبة طباشير وبشاورة من 6 تالت. هو ده الحاجات اللي يتكافئ عليها. هو ده عتال اهو معاكم في المدرسة، ما خدش اي مكافأة ولا اي حاجة، الحين كمان تدوا حكم غيابي والله ايه. قال لي القانون هو القانون. المهم دخلت انفذ الحكم. دخلوني فصل، قعدت وسط العيال غضنفر كبير بقى. العيال استغربت، قالوا لهم ده بيقضي ايه؟ بيقضي عقوبة. العيال ما صدقتش، افتكرتني مرشد. اللي كان لابس حاجة قلعها، واللي مش عامل الواجب عمله، واللي كان معاه واللي لابس كاب قلعه. الحاجات دي والله بتحصل عندي في المدرسة، دي حقيقة بقى. والله الشرطة المدرسية دي عبط كده. هتنزل على المجتمع المصري ده هيدمره، هيفشل. سلاح تلميذي رماه، فانا لبست في حاجة مش بتاعتي. فلو انت رايح تجيب اخوك من المدرسة اتأكد ان انت ما هربتش قبل كده من المدرسة عشان ما تلبسش زيي. لا يا اسطى انا مش عارف اعمل حكم غيابي ولا ايه، مش عارف. بس انا لسه متخرجتش يعني. ممكن اخد الحكم الغيابي ده دلوقتي وخلاص وهخلص، اشوف لو عليا اي عقوبات ولا اي حاجة. يا ولاد المجد. جدعان انا خلاص داخل الجامعه بكره. طب وانت مبسوط على ايه؟ يا ابني ده بيقولوا الولاد قاعدين جنب البنات، يعني التعليم هيبقى عالي فعلا. ده بقى صاحبك اللي عنده جفاف عاطفي ومش لاقي اي بنت يتكلمه. هو في ايه؟ انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ طب تعالى بقى نوريك الجامعه اللي بجد. يا سنه اولى انت. ايه ده؟ ايه الكائن ده؟ ده الكائن اللي هو في موسم الزواج. هو بقى تلاقيه بيقعد يلعب ضغط ويقعد يعمل حاجات كده. والله بشوفهم عندي كمان في المدرسة يعني. عبط اقسم بالله. يا ولاد المجد. ايوه ده بقى الشاب اللي بيلام ان ده التزوج هنا في الجامعه. ده صعيدي في الجامعة الأمريكية. هو الواد ده هو محمد هنيدي اهو. ايه ده بقى؟ ده بقى اشيك واحد في الجامعه. ايه بقول لكم يا شباب. شكرا مش عايزين يا عم والله. ايه يا ابني ده كذبته ليه؟ يا عم لو رديت عليه دخلنا الكلاب بتاعه. وسع. هو مين بقى الناس دي بجد يعني؟ مين اللي هو الواد اللي لابس كارنيه ده ومين ده يعني؟ عايز اعرف برضه. بس انا لسه طالب مدرسي مش طالب جامعي. تاني؟ انت ما بتتحركش. مين اللي عدى ده؟ حد مهم يعني؟ ده شؤون طلبه. بس انتوا ما عرفتونيش بنفسيكم، انتوا دوركم ايه بقى في الجامعه؟ انا بقى المعتق، عندي 32 سنه ولسه في سنه تانية. وانا بقى اللي بعمل اهم فقره في الجامعه، ايفونيرا تران تامر حسني اهو. تامر حسني في الجامعه اهو. يا خرا. اقل اجواء في القهاوي البلدي بعد الساعه 12. ايوه والله. والله يشغل لك كده ام كلثوم ولا يشغل لك اي حاجه، بس اغاني تكون هاديه ويوطي شويه عشان الناس برضو كده. بقى يقعد بقى يسخن لك بقى في الفحم وتلاقي بقى الشباب بقى قاعده وبتاع. تبقى احسن شيفت بصراحه بعد الساعه 12. ده حابب يروح قهوه ويستفسر على القهاوي يروح بعد الساعه 12، تلاقي الراجل يروق عليه. لا ده انت تيجي تركب بقى وتمسكه. ايه؟ واحدة كمان. احسن اجواء بقى بعد الساعه 12 محدش يختلف عليها.